كم من امرئ لما ضاقت به الدنيا لجأ إلى الصلاة ففتح الله عز وجل عليه ما أغلق ورزقه من حيث لا يحتسب، ولكن بعض الناس يستبطئ الرزق وهذا من ضعف إيمانه. فلما قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الرزق دل على أن ملازمة الصلاة سبب للرزق. وقد جاء عن بعض السلف وهو بكر بن عبد الله المزني أنه كان إذا جاء لأهله خصاصة أي حاجة وشدة وأرادوا أن يتحقق لهم أمر من الأمور أمرهم بالصلاة، لأجل هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ونقل أبو حفص العكبري ونقله عنه ابن القيم أن هذا الأثر روي نحوه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد جاء أن حذيفة بن اليمان كان إذا اشتكى له امرؤ حاجة أو رغب أن يتحقق له شيء من الأمور أمره بأن يفزع إلى الصلاة وقال له أعني على نفسك بكثرة السجود. فالمقصود من هذا أيها الموفق أن كثرة السجود وكثرة الصلاة لله عز وجل والقنوت فيها سبب لفتح رزق الدنيا والآخرة. أما رزق الآخرة فحديث المعروف لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصاحبه في الجنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأما رزق الدنيا فقد نقلت لك بعض هذه الآثار. وأما التجارب فيها فكثيرة عند الأوائل والأواخر، فكم من امرئ ضاقت به الدنيا وضاقت به الدنيا بما رحبت وأصبحت الدنيا في عينه أضيق من شق الإبرة، فلما فزع إلى صلاة يدعو الله عز وجل يتلو كلامه ثم في سجوده يناجي ربه ويناديه ويدعوه ويرجوه يبث إليه همومه ويطرح إليه سبحانه وتعالى ما في قلبه فينزل به ركابه. كم من امرئ لما ضاقت به الدنيا لجأ إلى الصلاة ففتح الله عز وجل عليه ما أغلق ورزقه من حيث لا يحتسب، ولكن بعض الناس يستبطئ الرزق وهذا من ضعف إيمانه. وبعض الناس يدعو الله عز وجل ولا يعلم ما الخيرة، فقد تكون الخيرة في ألا يستجاب دعاؤه، فإن بعض الدعاء إذا استجيب قد يكون فيه ضرر على العبد ولا يعلم. فكمال الإيمان أن تلتجئ إلى الله عز وجل وتدعوه، وأفضل الدعاء ما كان في السجود، أفضل الدعاء ما كان في السجود وأنت في صلاة. فإذا دعوت الله عز وجل ثم ختمت هذا الدعاء بتفويض القلب له سبحانه وتعالى أن يختار لك الأصلح في أمرك، في أمر دنياك، في أمر بيع وشراء، في أمر زواج وعدمه، في أي أمر من أمورك، وقد ألححت إليه سبحانه وتعالى وبذلت الوسائل في إجابة الدعاء، فثق بأن الله عز وجل سيكتب لك الخيار. أقل الأحوال أن تعطى ما سألت، وأعظمه أن يعطيك الله عز وجل خيرا مما سألت، وربما حرمت ما سألت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا في هذه الليالي المباركة بالأمن والإيمان، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يصلح لنا في أعمالنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يجبر قلوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يحفظ على المسلمين أبشارهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ وأن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم سدد أمرهم ورأيهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووفقهم في أمرهم كله. اللهم أصلح لنا أمرنا كله. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم تقبل منا قيامه يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.